بيحصل دلوقتي من شركات البطاقات، كل شركة بتحاول تتنافس وتنزل بطاقة أفضل من اللي قبلها. لكن خدوا بالكم، أي بطاقة بتكلم عليها لازم بيكون ليها كده عيب مش موجود في بطاقات تانية، وبرضه بيكون ليها مميزات تسهل عليك عن بطاقات تانية. لأول مرة على اليوتيوب هيتم شرح بطاقة نيكستا، وافتكروا الفيديو ده لأن إن شاء الله هيتم عمل منه فيديوهات مشتقة كتير. وهي بطاقة من نوع فيزا. البطاقة دي مجانا، يعني أنت لما تيجي تقدم عليها مجانا زي تلدا، بس مش زي كليفر كنا قايلين ان هي ب 50 جنيه او الاشتراك بتاع ال 1500 جنيه لباقه الليجند. وكمان البطاقه دي صلاحيتها 5 سنين ومفيش رسوم تجديد، يعني عشان تستلم البطاقه بعد التجديد مفيش رسوم، يعني ولا في رسوم سنويه ولا كمان في رسوم تجديد. ركز بقى معايا في طرق الايداع لان طرق الايداع هتعجبك جدا. مبدئيا كده تقدر تعمل ايداع من اي كارت بنكي من خلال التطبيق، وكمان مفيش رسوم. يعني فيزا يلا باي كان فيها رسوم عن طريق تطبيق يلا سوبر اب، وبطاقه كليفر كان فيها، لكن تلدا ما كانش فيها. تقدر تعمل ايداع من خلال فوري عن طريق بقى كود اللي هو 46688، وطبعا رسوم الايداع هي 1%. تقدر تعمل ايداع من اي اي تي ام خاص ببنك مصر لان كارت نيكستا بالتعاون مع بنك مصر، لكن رسوم الايداع للعمليه الواحده هي 5 جنيه. لكن على الاقل الناس اللي عندها مشاكل في الايداع هتحلها عن طريق الاي تي ام، وكده كده تقدر تعمل الايداع بتاعك من خلال اي كارت بنكي تاني وانت في بيتك مجانا. تقدر كمان تعمل تحويل من شخص لشخص من خلال التطبيق مجانا، وده كان موجود في كل اللي فات. طب السحب بقى هيتم ازاي؟ تقدر تعمل سحب من اي بقى ماكينه اي تي ام مش شرط بنك مصر، و5 جنيه لاي معامله. تعمل معامله ب 50 جنيه زي ما هتعمل معامله ب 1000 جنيه، هي رسوم السحبه الواحده هي 5 جنيه. كمان تقدر تعمل سحب من اي ماكينه فوري عن طريق كود الخدمه 46699، ورسوم الخدمه دي 1%. لكن انا مش بفضل الطريقه دي لان برضو فوري ليه رسومه، عشان كده انت تقدر تعمل سحب على طول من اي تي ام. تقدر تعمل استعلام من اي ماكينه اي تي ام لكن ب 3 جنيه، وانت كده كده عندك التطبيق مش محتاج تعمل استعلام من اي اي تي ام. نيجي بقى للنقطه اللي انتوا بتدوروا عليها كلكم، حدود التعامل المحلي والدولي. حدود التعامل المحلي حاليا 30,000 جنيه يوميا و100,000 جنيه شهريا. اما حدود التعامل الدولي وده مش شايفه افضل حاجه، هو ما يعادل 100 دولار شهريا. هو افضل من تلدا، لكن طبعا كليفر بتتغلب في حدود التعامل زي ما قلت لكم، لانها ممكن توصل معاك لما يعادل 100,000 جنيه شهريا على حسب كلامهم. اما بطاقه نيكستا معاك فهي 100 دولار شهريا. عموله التعامل الدولي هي 10% زي اي بطاقه بنكيه تانية، ودي حاجه مش ميزه او عيب فيها، هي زي الباقيين. هتلاقوني بقى سايب لكم كل تفاصيل رسوم والمعاملات في مقاله في وصف الفيديو. هي البطاقه هتقدر تقدم عليها من خلال التطبيق زي ما هوريكم كمان شويه، لكن لسه فروع الاستلام ما تحددتش. وكمان هم قالوا لي مفاجاه ان هم ممكن يفكروا في موضوع التوصيل للمنازل، لو حد الفرع مش جنب بيته هيقدروا يوصلوا له، لكن لسه ما اكدوش المعلومه. الفروع لسه هتتحدد خلال الايام الجايه اللي هتقدر تستلم منها بطاقه نيكستا، لكن قدم عليها من دلوقتي عشان تقدر اول ما تنزل تروح على طول تستلمها. بس في نقطه مهمه جدا، لازم تروح تستلمها بنفسك، وكمان لازم يكون عمرك معدي 16 سنه، مش هينفع من 15 سنه، وده كلام الدعم الفني ودي حسب تعليمات البنك المركزي. ولازم طبعا بطاقتك الشخصيه ما يكونش فيها اي خدوش او كسر. واحد دلوقتي هيسالني ويقول لي طب انت رايك اجيب البطاقه دي ولا لا؟ رايي تروح تجيبها، انت كده كده مش هتخسر فيها اي حاجه مجانا، ولا هتدفع بقى فيها 50 جنيه ولا هتدفع فيها 30 جنيه زي يلا، ولا اي مشاكل. البطاقه دي انا شايفها كويس قوي. هم بس اتاخروا في اطلاق البطاقه دي فتره طويله، اكيد عشان بقى موافقات البنك المركزي، وكمان ميزتها فيها ايداع من اي تي ام. لكن حاليا لسه الايداع من انستا باي ما اشتغلش، الله اعلم قدام هيحصل ايه. هتلاقوني بقى سايب لكم في وصف الفيديو مقاله فيها كل الفروع اللي تقدر تستلم منها نيكستا. المقاله مع الوقت هتتملى وكل يوم هيحصل لها تحديث بمجرد ما الفروع تنزل وتتوزع على المحافظات. احفظوا المقالة دي عندكم وتابعوها كل فترة. خلينا على طول نروح لشاشة التطبيق الخاص بنيكستا ونشوف مميزاته ونشوف ازاي هتقدم على الكارت والمشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتصور البطاقة وازاي تحلها. يلا بينا نعرف كل التفاصيل لكن على شاشة الموبايل.
التطبيق متاح على الابل ستور وعلى البلاي ستور، وبعد كده بلاقي التطبيق زي ما انتم شايفين. خلي بالكم التطبيق اللي عليه الشعار الازرق مش اي تطبيق تاني. بعد ما بينزل التطبيق بالشكل ده بعمل له هنا اوبن. بعد كده هنا الميزه بقى التطبيق ده عن تطبيق كليفر ان هو فيه اللغه العربيه في الفتره الحاليه. بعد كده هنا هضغط استمر، بيقول لي هنا من فضلك ادخل رقم موبايلك. فدلوقتي هحط رقم موبايلي. بعد كده هنا بيقول لي هيبعت لي او تي بي زي اي تطبيق هيوصلني. بعد ما حطيت الاو تي بي اللي وصلني، بعد كده بيقول لي من فضلك ضع رقم سري مكون من 8 حروف، لازم ارقام وحروف كبيره وصغيره وشكل مثلا زي الآت او علامه الدولار او النجمه او الكلام ده. فدلوقتي هحط الرقم السري الخاص بيا. بعد ما حطيت الرقم السري الخاص بيا هضغط هنا استمر. ركز معايا بقى كويس قوي، الرقم السري اللي حطيناه في الاول ده عشان دخول التطبيق، اما البين كود اللي هيطلبوا مني دلوقتي اللي عشان اعمله دلوقتي هو الخاص بمعاملاتي زي انستا باي بالظبط كده، ان انت لما تيجي بتحول بيطلب منك رقم سري. بعد ما عملت الرقم السري بتاع المعاملات بيقول لي هنا اكده مره ثانيه. بعد ما اكدته ثاني مره هنا بقى عايزك تقرا الشروط والاحكام كويس قوي. بعد كده هنا بوافق على الشروط والاحكام. بعد كده هنا برضو بوافق على سياسه الخصوصيه. وبعد كده بيقول لي دلوقتي مبروك انا خلاص انشات الحساب، دلوقتي انت جاهز تطلب كارت نيكستا. دلوقتي هضغط على ارفع بطاقه. هنا زي اي تطبيق وريتهولكم قبل كده المفروض ان انت بتصور وش وظهر البطاقه. بضغط هنا ابدا حالا. بعد كده هنا بيطلب مني السماح للكاميرا. دلوقتي بيفتح هنا بيقول لي صور وش البطاقه. اهم حاجه وانت بتصور تخلي خلفيه بطاقه بيضه زي ما وريتكم في فيديوهات قبل كده. بعد ما صورت وش البطاقه بضغط هنا ايوه واضحه. بعد كده هنا بيطلب مني ان انا اصور ظهر البطاقه وبضغط على الزرار اللي في النص. بعد ما صورت ظهر البطاقه برضو بضغط هنا ايوه واضحه. بعد ما احمل الصوره بيقول لي حاليا بنتاكد ان البطاقه ما فيهاش مشكله، واول ما تتم عمليه استخراج بياناتك من البطاقه هتقدر تزور فروعنا لاستلام الكارت. حاليا دلوقتي هم بياخدوا وقتهم بقى عشان يراجعوا بيانات البطاقه. خلينا كده نبص على التطبيق كنظره عامه. من هنا الصفحه الرئيسيه، من هنا كروتي دي الكروت اللي هتقدر تشحن بيها كارت نيكستا. لو ضغطت هنا على اربط الكارت البنكي دلوقتي هتحط بقى 16 رقم بتوع الكارت واسمك وتاريخ الانتهاء ورمز الحمايه واسم الكارت، وحتى هم هنا كاتبين اختياري، وتقدر تعمل هنا ضيف الكارت عشان لو عايز تشحن. اما هنا تفاصيل بقى كارت نيكستا تقدر تجمده وتقدر تفعله، وكمان تفاصيل البين كود بعد ما تستلم الكارت، ومعاملات الكارت بقى بينزل لك هنا كل المعاملات زي اي تطبيق بنكي. وهنا برضو لو الكارت حصل فيه مثلا ضاع او اتسرق تقدر ان انت تبلغ عن ضياعه. بعد كده لو رجعت هنا عندك المساعده، الاسئله الشائعه، لو عندك اي سؤال تقدر تدور عليه. وهنا تقدر بقى تعمل شات مع الدعم الفني، ودي ميزه كبيره جدا، ودول اللي انا عرفت منهم كل المعلومات اللي انا قلتها في الفيديو ده. وهنا عندي ملفي الشخصي تقدر بقى تحط لنفسك اسم على التطبيق، بس مش هقدر احط اسمي على التطبيق الا لما بيانات البطاقه تتاكد. وهنا اقدر اعمل اداره تفاصيل الشخصيه. هنا تقدر تعمل عنوان التوصيل في حاله ان هم ضافوا موضوع التوصيل للمنازل. تقدر تضغط هنا على العنوان وتحط بقى المدينه والمنطقه واسم الشارع والمبنى. لكن موضوع توصيل المنازل هم لسه ما اكدوش عليه عشان ما حدش يتعشم، انا بقول لكم على حسب كلامهم. طبعا هنا تقدر تغير اللغه وامان وخصوصيه ومعلومات عامه. هنا بقى المعلومات العامه دي مهمه جدا لازم تركز عليها. لو ضغطت هنا عليها هتلاقي هنا عندك شروط والاحكام، وهنا رسوم نيكستا. لو ضغطت عليها هنا هتلاقوا كل الكلام اللي انا لسه قايله لكم في بدايه الفيديو موجود. هنا الايداع عن طريق الاي تي ام و5 جنيه، وموجود بقى بقيه الرسوم اللي انا لسه ما قلتهاش في مقاله في وصف الفيديو عشان ما تقعدش تدور. انا لسه ما استلمتش الكارت تالي كده، ولا جربته على سكريل ولا على باي بال ولا جربته على وايز ولا كل الاسئله اللي ممكن حد يسالها لي. اول ان شاء الله نستلم الكارت اعمل لكم بقى فيديوهات تجارب الشحن وتجارب على البنوك الالكترونيه. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.